أفروديت وحرب طروادة. في الميثولوجيا تعتبر أفروديت مسؤولة جزئياً عن حرب طروادة، حيث في حفل زفاف بيليوس وثيتس قدم إيريس إلهة الصراع تفاحة ذهبية لأجمل إلهة، وقد تنافست هيرا وأثينا وأفروديت على هذا الشرف، وعين زيوس أمير طروادة باريس كقاضٍ. وللتأثير على قراره وعدته أثينا بالقوة وعدم القهر، وعرضت هيرا عليه سيادة مناطق آسيا وأوروبا، وعرضت أفروديت أجمل امرأة في العالم، واختار باريس أفروديت وفاز بذلك بهيلين. ومع ذلك كانت بالفعل هيلين زوجة مانيلوس ملك سبارتا، لذلك فإن اختطاف باريس لهيلين دفع ملك سبارتا للحصول على مساعدة أخيه آجامemnon وإرسال بعثة إلى تروي لاستعادة هيلين. يصف هيسيود الإلهة بأنها نظرة سريعة ومولودة الرغوة ومحبة للابتسامة، وفي أغلب الأحيان أفروديت الذهبية. وبالمثل في وصف هوميروس لحرب طروادة في الإلياذة، وصفها بأنها ذهبية ومبتسمة وتدعم طروادة في الحرب، حيث تحمي أفروديت ابنها إنس من ديوميديس وتنقذ باريس قليل الحظ من غضب مينيلوس.